البداية كانت في فيلم سيفل وور، وقتها العالم بدأ يفقد الثقة في الافنجر بعد سنين من الغزو الفضائي والمدن اللي اتدمرت، وفي مهمة لإيقاف هجوم إرهابي واندا تسببت بالخطأ في انفجار مبنى ومقتل مدنيين. الحكومة قررت تحط الأبطال تحت سيطرتها باتفاقية اسمها سوكوفيا. توني ستارك وافق بسبب شعوره بالذنب على كارثة سوكوفيا وصناعة أولترون، بينما ستيف روجرز رفض يوقع لأنه ما بيثقش في السياسيين. في الخلفية زيمو لفق تهمة تفجير الأمم المتحدة لباكي، والتفجير قتل ملك واكاندا وظهر ابنه تشالا عشان ينتقم. ستيف يخالف الأوامر عشان يحمي صاحبه باكي، وتوني مكلف إنه يوقفه. في وسط الصراع ده توني ستارك بيوصل لبيتر باركر في كوينز وبيكتشف قدراته. لما توني يسأله ليه بتعمل كده، بيتر بيشرح له لما تكون تقدر تساعد حد وما تساعدوش يبقى أي حاجة وحشة بتحصل بعد كده بتكون ذنبك. توني بيضم لفريقه ويديله بدلة جديدة وبياخده معاه لألمانيا. هناك بيتر بيظهر وياخد درع كابتن أمريكا ويثبت إنه سريع وذكي، بس لسه مش مستعد للمشاكل الكبار. المعركة بتنتهي بإصابة رودي وهروب ستيف، وتوني بيكشف إن هدف زيمو كان تفكيك الأفنجر ونجح في ده. وبيتر بيرجع لكوينز ببدلة جديدة من غير ما يعرف إن حياته اتغيرت للأبد. بنبدأ في فيلم هوم كومينج. الفيلم بيتخطى قصة القرصة والعم بين إن الناس كلها عارفاها، ويبتدي بعد معركة نيويورك بتاعت لوكي. أدريان تومز وشركته كانوا بينظفوا بقايا المعركة، بس الحكومة سحبت الشغل وسلمته لإدارة دامج كنترول المدعومة من توني ستارك. تومز خسر شغله فقرر يسرق تكنولوجيا الشيتوري ويبيعها أسلحة في السوق السوداء. بعد كام سنة بيتر بنشوفه مصور فيديو لنفسه وهو مبسوط برحلته لألمانيا وركب طيارة توني، ومقتنع إنه خلاص قرب يبقى من الأفنجر، بس توني لسه شايفه عيل ويقول له خليك في مشاكل الشارع. صاحبه نيد بيكتشف إنه سبايدر مان ويبقى متحمس جدا. بيتر بيكتشف انتشار أسلحة فضائية في كوينز وبيحقق لحد ما يوصل لتومز. بيتر بيفك حماية البدلة بمساعدة نيد عشان يفتح كل مميزاتها، بس التكنولوجيا كانت أكبر من خبرته. في صفقة أسلحة على سفينة ستان ايلاند، الأسلحة بتخرج عن السيطرة والسفينة بتتقسم نصين، وبيتر ما بيقدرش يلمها بشباكه لحد ما توني ستارك يوصل وينقذ الموقف. توني بغضب بيسحب منه البدلة ويقول له لو انت من غير البدلة ما تسواش حاجة يبقى انت ما تستاهلهاش. بيتر بيرجع لحياته العادية ومدرسته وبيستعد لحفلة الهوم كامينج مع ليز، لكن الصدمة لما يروح يطالبها للحفلة وبيكتشف ان ابو ليز هو نفسه الفولتشر او تومز. في العربية تومز بيكتشف ان بيتر هو سبايدر مان ويحذره يبعد عنه، بس بيتر بيقرر يلبس بدلته القماش العادية ويواجهه. البام ده بيقع على بيتر ولأول مرة تحت الأنقاض بيشجع نفسه ويقوم ويثبت لنفسه ان سبايدر مان حتى من غير بدلة توني. بيتر بيمنع سيرة تقنية طيارة الافنجر وينقذ تومز ويسلمه للشرطة. توني بيعرض عليه ينضم رسميا للافنجر وبدلة جديدة، بس بيتر بيرفض ويقرر يفضل بطل الحي. ولما يرجع البيت ويلبس البدلة، عمته ماي بتشوفه بالصدفة وتتأكد من هويته. وفي الكريدت سين بنشوف سكوربيون في السجن. بنبدأ في حرب الانفينيتي وور. الحي بتاعه بيتحول للكون كله. سانوس بيهجم سفينة سكارد، بيموت لوكي ويهزم هالك وياخد حجر الفضاء. بروس بانر بيرجع الأرض ويحذر توني وسترينج. بيتر وهو في أتوبيس المدرسة حواسه بتشتغل وبيشوف سفينة فضائية طالعة من فوق نيويورك. بيطلب من نيد يعمل تشتيت وينزل يلبس البدلة وينضم لتوني وسترينج ضد أبوني ماو وكول أوبسيديان. أبوني ماو بيخطف دكتور سترينج للسفينة الفضائية، وبيتر بيتعلق بالسفينة ويرفض يرجع. لما الأكسجين بيقل، توني بيفعل بدلة ايرون سبايدر وينقذ حياته. على السفينة بيتر بيساعد توني ينقذ سترينج بخطة استوحاها من فيلم قديم، وتوني بيعترف بيه رسميا كعضو في الافنجر. بيروح كوكب تايتن، بيقابلوا حراس المجرة، وبعد سوء فهم بيتفقوا يعملوا خطة خلع القفازات من سانوس. الخطة كانت ماشية صح، بس لما ستار لورد عرف ان جامون ماتت فقد اعصابه وضيع الخطة. سانوس بياخد حجر الوقت وبيروح الارض يكمل الاحجار ويعمل الفرق. ذا سنو على التايتن. بيتر بيحس بالخطر قبل الكل وجسمه بيتفتت لتراب، وهو بيتأسف لتوني في مشهد مؤثر: مش عايز اموت يا مستر ستار. وبيختفي بين ايدين توني. بتعدي 5 سنين على اثار الكارثة لحد ما سكوت لانج بيرجع من البعد الكامي ويقترح على السفر عبر الزمن لسرقة الاحجار من الماضي. الخطة بتنجح وهالك بيرجع كل اللي اختفوا. في اللحظة اللي كابتن امريكا واقف فيها لوحده قدام جيش سانوس، البوابات بتتفتح وبيتر بيرجع مع الباقي الابطال. اول ما
بيشوف توني بيجري عليه يحكي لها اللي حصل وتوني بيحضنه. خلال المعركة بيتر بيساعده على لقن القفازات، وفي النهاية توني ستارك بيسحب الأحجار بنفسه ويفرقع صوابعه ويقضي على ستانيس وجيشه وبيموت من قوة الأحجار. بيتر بيبكي جنبه وبعدها بيحضر جنازته مع عمته ماي. العالم اتنقص بس بيتر خسر الأب الروحي ليه. سبايدر مان فار فروم هوم. العالم بيحاول يتأقلم مع الفترة اللي حصلت. الناس اختفت من 5 سنين ورجعت بنفس أعمارها. بيتر مش عايز يبقى ايرون مان الجديد ولا يرد على مكالمات نيك. كل حلمه يسافر رحلة في أوروبا مع المدرسة ويعترف لإم جي بحب. في فينيسيا بيظهر وحش مائي وبطل جديد اسمه ميستيريو ينقذ الموقف. نيك بيظهر ويبوظ أجهزة سبايدر مان ويشرح له إن ميستيريو جاي من عالم تاني اتدمر بسبب عناصر طبيعية. توني كان سايب لبيتر نظارة تقنية اسمها ADITH تتحكم في أسلحة ودرونز بتاعت ستارك. بيتر بيحس إن المسؤولية كبيرة عليه وميستيريو أنسب فبيديله النظارة. هنا الحياة بتتشاق. ميستيريو مش بطل ولا جاي من عالم تاني، ده موظف موصل من شركات ستارك وبيستخدم هولوجرام ودرونز عشان يصنع كوارث وهمية ويعمل بطل. ميستيريو بيدخل بيتر في أوهام وبيستغل شكه في نفسه وشعوره بالذنب. بيتر بيهرب ويطلب المساعدة من هابي هوجن في الطيارة، وهابي بيذكروا إن توني نفسه كان بيشك في نفسه بس عمره ما شك في بيتر. بيتر بيصنع بدلة جديدة بنفسه بتكنولوجيا ستارك وبيروح لندن ويواجه ميستيريو ويعتمد على حواسه ويكسر الأوهام ويدمر الدرونز ويهزم ميستيريو. بيتر بيفتكر القصة كده خلصت واعترف لإم جي، بس الصدمة نهاية الفيلم. جاي جونا جيمسون ينشر فيديو مفبرك من ميستيريو بيتهم فيه سبايدر مان بالقتل وبيكشف هوية بيتر باركر قدام العالم. نبدأ فيلم نو واي هوم. حياة بيتر اتدمرت، الاتهامات لحقته هو وعمته ماي وام جي ونيد، والمستقبل الدراسي لصحابه ضاع. بيتر بيروح للدكتور سترينج يطلب منه تعويذة تخلي العالم ينسى ان بيتر باركر هو سبايدر مان. بيتر بيدخل يغير رأيه كل شوية عشان ام جي ونيد وماي ويفضلوا فاكرينه، فالتعويذة بتخرج عن السيطرة وبتفتح المالتيفيرس. أشرار من أكوان تانية بيوصلوا: دكتور اكتوبيوس، الجين جوبلين، الكترو، ساندمان وليزرد. بدل ما يرجعهم لموتهم في اكوانهم، بيتر بيرفض ويسرق صندوق التعويذه من سترينج ويقرر يعالجهم في شقه هابي. بيصلح دكتور اكتوبيوس فعلا، بس الشخصيه جين جوبلين بتسيطر على نورمان اوسبورغ وبيفجر المكان والاشرار بيهربوا. في المعركه عمته باي بتتصاب وتموت، وقبل ما تموت بتقول الجمله التاريخيه: مع القوه الكبيره بتيجي مسؤوليه كبيره. بيتر بيدخل في انهيار نفسي. نيد وام جي بالصدفه بيفتحوا بوابات وبيستدعوا سبايدر مان اندرو جارفيلد وسبايدر مان توبي ماجواير. النسختين بيلاقوا بيت وبيشاركوه في نفس وجعه وبيساعدوه يصنع علاج لكل الاشرار في معركة تمثال الحرية. 3 بيتجمعوا ويعالجوا الاشرار. توم هولاند كان بيقتل الجين جوبلين انتقاما لعمته باي، بس توبي ماجواير بيمنعه ويختاروا يعالجوه بدل ما يقتلوه. لكن الشؤون في المالتيفيرس بتزيد، والحل الوحيد لإنقاذ الكون هو تعويذة ختامية العالم كله ينسى وجود شخص اسمه بيتر باركر. تعويذة بتتنفذ. نيد وام جي وهابي بينسوه تماما. بيتر بيروح يتقابل مع ام جي، ولما بيلاقيها عايشة في أمان ومن غير خطر بيقرر ما يفكرهاش ويسيبها تعيش حياتها. بينتقل لشقة صغيرة يخيط بدلته بنفسه من غير تكنولوجيا ستارك ولا افنجر، وينزل الشارع كسبايدر مان العادي. دي كانت الرحلة الكاملة من عيل مبهور بالافنجر ومعاه أحدث تقنيات الأرض. البطل خسر كل حاجة وأصبح مجهول تماما وبيعتمد على نفسه 100%. في الفيلم الجديد هنشوف لأول مرة من سنين سبايدر مان يرجع لأصوله من غير تكنولوجيا ستارك، من غير دعم الافنجر، من غير أي حد فاكر هو مين. بس